هو ليه البحر الاحمر اللي تحته براكين نشطه وحرارته عاليه محدش بيتكلم عليه زي البحر المتوسط؟ انا دكتور هند السرفي ودي قصه النهارده. البحر الاحمر فيه نشاط بركاني زلزالي فعال واكتر مما الناس تتخيل، بل انه بيمر بمرحله جيولوجيه والعلماء بيصنفوا البحر الاحمر كمنطقه تكون محيط جديد بسبب النشاط ده، وبيعتقدوا ان بمرور الزمن هيتكون محيط بين القارتين. والبراكين هنا مش مجرد براكين فرديه، لكن جزء من نظام سطع جيولوجي ضخم بيمتد بطول البحر الاحمر، والنظام ده عباره عن سلاسل من الجبال وبراكين تحت سطح البحر، بل وحصل انفجارات بركانيه مؤخرا وظهرت جزر جديده نتيجه للانفجارات دي. عندنا مثلا سلسله جزر بركانيه في جنوب البحر الاحمر قرب الساحل اليمني حصلت فيها ثورات بركانيه حديثه جدا. انفجار سنه 2011 وانفجار تاني سنه 2013 نتج عنهم جزيرتين جداد في البحر الاحمر، ودول ظهروا فجاه وسط البحر بعد سحب رماديه كثيفه. وفي مجموعه سيفن براذرز النشطه، وكمان عندنا الصدع المركزي للبحر الاحمر وهو الجزء الاعمق من البحر الاحمر، وفي نشاط حراري واضح جدا بيحتوي على فتحات حراريه زي اللي بتطلع في قاع المحيطات وبتخرج منها حراره وغازات ومعادن منصهره من جوف الارض وزلازل متكرره. فالبحر الاحمر فعليا فيه براكين نشطه لدرجه انها ولدت جزر جديده من بطن البحر خلال اخر 10 سنين، لكن لحد دلوقتي التاثير الاكبر على حراره المياه هناك للتغيير المناخي مش الحمم البركانيه نهائيا برضه، وده لان البحر الاحمر هو اصلا بحر حار بطبيعته ودرجه حرارته احيانا ما بين 28 ل 30 درجه سليزيوس، فبيسخن لكن بمعدل ابطا من المتوسط. لان البحر الاحمر متصل بالمحيط الهندي فالميه بتتجدد وبتبرد اسرع عن طريق مضيق باب المندب وخليج عدن، والاتصال ده بيسمح بحركه ميه وطيارات بحريه ضخمه بتجدد الحراره وتنقلها. كمان في طيارات موسميه بتحرك المياه وبتغير اتجاهها مرتين في السنه في الصيف وفي الشتاء، ولان هو اصلا دايما حار فمعدل الزياده عنده اقل. انما البحر المتوسط زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت شبه مغلق والحراره بتتراكم فيه، وده بيخليه بيسخن اسرع مرتين من باقي المحيطات. وانا دلوقتي جاوبتك على اي اشاعات مستقبليه هتطلع على البحر الاحمر او براكينه.